السلام عليكم اخواني اخواتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة. اداء الهاتف يعتمد على اداء البطارية. اذا كانت البطارية سيئة بتضطر انك تبدلها. ففي هذه الحلقة بنشوف متى تحتاج انك تبدلها، كيف تبدلها، وشو الخيارات اللي تخلي هاتفك يطول ما يحتاج انك تبدلها خلال سنتين او ثلاث اللي قدام، مع الاعدادات اللي راح نشوفها في هاتفك سواء كان ايفون او اندرويد. الشيء الوحيد تقريبا اللي يضعف مع الاستخدام في الهاتف هو البطارية. في هواتف الايفون تقدر تصير على الاعدادات، بعدها البطارية وحالة البطارية وتشوف صحتها. هذا الرقم مش دقيق ويتغير حتى احيانا بعد التحديثات، لكن يعطيك نظرة بسيطة كيف صحة البطارية. لما توصل 75% هذا يعني انك استهلكت البطارية بشكل كبير وتحتاج تبدلها. في الايفونات 15 الجديدة في خيار جديد في الاعدادات، بعدها عام وبعدها حولة بتشوف كم دورة مرت على البطارية. هذه الخاصية جميلة مثل الكيلومتر في السيارة، فأتوقع الشركات أغلبها تسوي نفس الطريقة علشان تعرف حالة البطارية. بشكل عام أي بطارية كانت، سواء كان لهاتف أندرويد، لآيفون، لبطارية سيارة، ولأي بطارية أخرى من نوع الليثيوم، واللي هي أغلبها تحتاج 500 دورة لحد ما تبدأ تضعف بشكل كبير. 500 دورة من 0 إلى 100، ومن 100 لصفر هذه دورة كاملة. هذا يعني لما نحسبها تقريبا احنا كل يوم ناخذ دورة كاملة إذا ما أكثر، وعدد أيام السنة 365. هذا يعني في سنة ونص راح نستهلك بطارية الهاتف وتبدأ تضعف. فعمر البطارية على استخدامنا اليومي الحالي هو 3 سنوات، بعدها بتحتاج تبدل البطارية. طبعا في هناك خطوات نقدر نسويها علشان نتفادى استبدال البطارية في ال3 سنوات الأولى، وأولها هو دائما فعل وضع النايت مود إذا أمكن، أو الدارك مود أو الوضع الليلي. هذا الوضع بيخلي الإيقونات الواجهة لونها داكن، ما يحتاج أنك تستهلك طاقة كبيرة تضيها لو كانت باللون الأبيض. طبعا الوضع الليلي مش مناسب للجميع، مش ضروري تفعله بس يفضل. الشيء ضروري اللي تفعله هو لما تنزل أي تطبيق ويطلبك أنه يوصل موقعك، إذا ما تحتاج يوصل الموقع دائما الغيه وأوقف الوصول لموقعك من خلال تطبيقات، لأن تقريبا هذا أكثر شيء يستهلك بطارية هاتفك. فمن الإعدادات، بعدها الخصوصية، بعدها خدمات الموقع، ومن هنا تقدر تلغي وتوقف التطبيقات من استخدام موقعك. أنا شخصيا خرائط جوجل، الواتساب والتطبيقات الرئيسية فقط أسمح لها باستخدام الموقع. والشيء الآخر أيضا اللي يستهلك البطارية هو تحديث تطبيقات في الخلفية بشكل كثير. فلما نصير على الإعدادات، بعدها عام، بعدها تحديث تطبيقات في الخلفية، أي تطبيق ما تريده يوصل للبيانات وإنه يشتغل في الخلفية الغيه من هنا. وأيضا من الأشياء اللي تستهلك الطاقة كثيرة هو استخدامك للجيل الخامس والجيل الرابع أيضا، بس الجيل الخامس هو الأكثر استهلاكا للطاقة. دائما حاول تشبك بتقنية الواي فاي قدر المستطاع لما تكون في مطعم، في البيت، وإلى آخره. وإذا اضطريت أنك تستخدم باقتك ال5G أو البيانات الخلوية، تقدر تسير على الإعدادات، بعدها الخلوي، بعدها الشريحة اللي مركبنها، واختار استخدام البيانات المنخفضة. بكذا راح يقلل من استهلاك البيانات وأيضا من استهلاك البطارية. من أكثر الأخطاء اللي لاحظتها عند المستخدم هو أنه يقتني هاتف آيفون عمره 7 سنوات وببطارية ضعيفة، وحتى أصلا آبل كانت بطارية هواتفها تعبانة إلا بعد ما جاء تقريبا آيفون 11، ويخلي الهواتف الممتازة اللي نازلة في 2023 واللي ما تتعدى 80 ريال عماني أو 200 دولار. فنصيحتي أبدا مهما كان نوع الهاتف لا تشتريه إذا كان عمره أكثر من 5 سنوات. كثر شو بتستخدمه، بعد سنة سنتين راح تتوقف تحديثات، راح تضعف البطارية، بتضطر انك تبدلها، تخسر فلوسك، او انك تستمر بالاداء السيء. كثير منكم يقول ان الهواتف الاخيرة تستهلك بطاريتها بشكل سريع جدا غير عن السابق، مثل الايفون 14 برو ماكس كانت بطاريتها سيئة جدا على حسب تعليقاتكم. في الواقع هو الاستخدام زادت منصات التواصل الاجتماعي اللي تعرض الفيديوهات الطويلة،
الحين الواحد يجلس بالساعات يقلب الفيديوهات. لو نرجع سنتين ثلاث ما كان في شيء اسمه انستغرام ريل، ما كان في شيء اسمه تيك توك، ما كان في شيء اسمه يوتيوب شورتس. كنا نشوف الصور، نشوف تويتر، وهذا النوع من الاستخدام ما يستهلك من البطارية أصلا. ولذلك على حسب استخدامنا الحالي من المستحيل أنها تدوم أكثر من 3 سنوات بدون لا تضطر أنك تبدلها. فحتى لو سويت كل خطوات توفير الطاقة في الهاتف وأنت تتابع الفيديوهات 24 ساعة القصيرة هذه، فمستحيل تقدر تحسن من الأداء. ولكن في شيء مهم جدا. في يوم من الأيام كنت في الصحراء، اضطريت أني أشتري كيبل مش أصلي. أول ما شبكته في الآيفون شفت الإيقونات تتحرك أو اللمس يتحرك بنفسه. اضطريت أني أستخدم 3 أيام. اليوم الرابع احترقت الاي سي أو الانتجريتد سيركت بسبب أن الكيبل ما كان أصلي. حتى لو القابس كان أصلي، إذا الكيبل مش أصلي ما راح يحميك، لأن على طرف الكيبل الأصلي في قطعة تحميك من الشحن الزايد. فلما تشتري شاحن اتأكد أن القابس والكيبل أصلي، مش واحد من الاثنين أو كلهم مش أصليات، لأنهم راح يأثروا بشكل قاطع. يمكن ما اليوم ما هذا الأسبوع، بس مع مرور الوقت عادي يتعطل هاتفك أو البطارية. طبعا علشان تبدل البطارية في عندك عدة طرق. الطريقة الأولى واللي آبل تنصح فيها هو أنك تطلب البطارية من موقعهم الرسمي. سعرها 40 ريال عماني أو ما يعادل ب $90. ولكن لو رجعت لهم البطارية اللي كانت في هاتفك راح ترجع نصف السعر، ويصير سعر البطارية فقط $20. طبعا في شروحات فيديو تشرح لك كيف تبطل الهاتف وتبدل البطارية. الخيار الثاني تسير عند الوكيل الرسمي من آبل. في عمان عندنا ماي ستور، في الإمارات آبل ستور رسمي، أو أتوقع شرف دي جي وبعض الشركات الأخرى. ولكن عادة هذيل شوية يضربوا في السعر، يعني السعر شوي غالي لأن البطارية أصلية وياخذوا عمولتهم وإلى آخره. والحل الثالث واللي للأسف الأغلب يختاره هو أنهم يصيروا محل عادي ويدفعوا 10 أو 15 ريال عماني ما يعادل بأقل من $30. هنا انت وحظك، امسح واربح. ما تعرف شو نوع البطارية اللي راح يحطها في هاتفك، عادي تكون $5 وعادي تكون ب10 أو $20، وصدق تدوم وتستفيد منها وترجع البطارية اللي 100%. فنصيحتي لما تصير تبدل بطارية من محل عادي مش رسمي وما عنده ماركات معروفة، شوف البطارية واسأل عنها وخلي على الأقل ضمان، وحاول أنها تكون من ماركة معروفة. ولكن نصيحتي لازم تبدل البطارية إذا تبى أداء جيد في هاتفك، إذا كانت في حدود 75% أو فوق 600 دورة. تابعونا للمزيد من الشروحات التقنية. كان معكم أخوكم سالم البادي. شكرا لكم على المتابعة، وأشوفكم الحلقة القادمة بإذن الله.